عايزين نوفّر في الميزانية. الصراحة الأسعار بقت نار ودمار، وكل حاجة حوالينا غالية، محتاجة نشغّل دماغنا ونعرف أسرار الحياة. الحياة مليانة أسرار. النهاردة جايبة لكم سر من أسرار الحياة. السر ده جميل جدًا ومفيد جدًا عليكِ أو ليكِ بمعنى أصح، هيوفّر معاكِ ميزانيتِك اللي بتشتريها على المنتج ده أو الحاجة دي. أولًا يا جماعة السر يكمن في الحلة دي وفي في المعلقة اللي إحنا هنشوفها. إيه هو السر وإيه هو؟ بُصّوا يا جماعة، طبعًا أنا مش عايزة أقول لكم يا ستي أنتِ كل الربط ده عشان شوية الخضار. طب والله العظيم يا جماعة في ناس بتبيع ال3 رُبط جرجير دول ب10 وال3 كزبرة ب10، يبقى يستاهلوا إن أنا أعمل لكم فيديو وأهتم بالموضوع والّا ما يستاهلش؟ يستاهلوا طبعًا. طبعًا أنا عن نفسي حليت الموضوع ده ورُحت زارعة على السطوح كزبرة وجرجير والدنيا هاصت. طب ما أنا أعمل إيه؟ ما أنا لازم أتحدى غلو الأسعار ده وارتفاع الأسعار ده. أنا عشان في منطقة بعيدة باحتاج كل شوية أشتري، فأنا عايزة طريقة أتخزّن بيها الكميات دي، ما انزلش كل يوم وأشتري والخضار ب ب ب بالأسعار المرتفعة دي. لمّا أنا أشتري شوية خضار كده ب20 جنيه، مش عايزاهم يتلفوا ويبوظوا وتاني يوم أرميهم. بالعكس أنا هاخزّنه معاكم فترة طويلة جدًا، وأنا سبق قبل كده خزّنت معاكم شوية خضار، لكن النهارده جايبة لكم الطريقة دي تحفة جدًا، جدًا يا جماعة وهتبهركم بإذن الله. أولًا الخضار، الخضار لازم ننقّيه كويس خالص من الورق اللي بيبقى أصفر والورق الدبلان، ولو فيه مَيّة مُبلّة للخضار يعني بالذات الجرجير والكزبرة والشبت والبقدونس، حاولي إنِّك أنتِ تجفّفيه لإن المَيّة هي من العوامل اللي بتعمل على فساده بسرعة جدًا. بعد ما نقّينا الجرجير والخضار الكزبرة والبقدونس تنقية كويسة، بارُص رق من الجرجير أو الكزبرة. ممكن أخلّي الكزبرة والبقدونس تحت والجرجير فوق، لإن الجرجير من الحاجات اللي هو ما بيطوّلش في التلاجة أوي، حتى لو أنا عملت الفكرة دي بيقعد على أكترها 4 أيام أو 5. لكن الخضار التانية بقدونس والكزبرة ممكن يقعدوا في حوالي 15 أو 20 يوم. فممكن تخلّيه فوق عشان يبقوا في متناول اليد وسريع يعني. رصيت أنا الجرجير بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هابتدي أرص الرق التاني، أحط مناديل، وقبل المناديل هاحط ملعقتين. السر يكمن في الملعقتين اللي أنا هاحطهم دلوقتي يا جماعة. الملعقتين دول من ملاعق الأكل هيخلوا الجرجير والكزبرة أو الكزبرة والبقدونس عمره ما يفسد أبدا معاكي أو يخليه فترة طويلة. لإنه هنا بيمتص الملعقتين دول بيمتصوا الرطوبة. وبعد كده باحط المناديل أو الورق الفويل فوق الملعقتين. هاوريكم بس إزاي أنا حطيت من الموضوع ده. طبعًا ورقة المناديل أو العازل بتاع المناديل، وأحط الكزبرة والبقدونس فوقيهم. العازل المناديل ده بيمنع إن الخضار يحتك ببعضه ويبقى في كمية من الرطوبة داخل الحلة. هيقلل أبدًا الرطوبة والتماس الخضار لمس الخضار لبعضه وإن هو يبوظ بسرعة. الخطوة دي بتخلي الخضار ياخد معاكِ حوالي 15 أو 20 يوم في التلاجة. وممكن يقعد شهر بإذن الله يعني. أنا الملعقتين أهم حطيتهم من تحت الرق في الرق الأولاني. هي المفترض في ناس بتحط ملعقة واحدة، بس أنا هاحط كذا ملعقة لإن كمية كبيرة، أنا عندي كمية كبيرة من الخضار، عشان يفضلوا أكبر فترة ممكنة في التلاجة من غير ما يبوظوا، لإني مش عايزاهم يبوظوا بإذن الله. وأدي كمية الكزبرة والبقدونس اللي أنا حطاهم التانيين، وبرضو نفس الحكاية يعني أحط فوقيهم ملعقتين. وبعد كده ورق الكليرنجز أو ورق الفويل. هنا ممكن بنحط الكيس الورقي ده. كيس ورقي ده حلو قوي يا جماعة ومفيد جدا كمان، وممكن نستخدمه حتى هو لوحده برضو. لو انت لفيتي فيه الخضار وحطيتين في حلة برضو بيبقى مفيد يعني. بحط الملعقة قبل ما احط الورق. حاولوا ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله عليكم لرفع القناة.
في نهاية الفيديو أتمنى أن أكون قدمت لكم فكرة جديدة ومفيدة، ولا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.